السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا فيديو جديد زي ما باين من عنوان أكتر 10 لعيبة سجلت في تاريخ منتخب مصر. أكتر 10 لعيبة جايبة أهداف دولية مع منتخب مصر منذ نشأته. منتخب مصر منتخب عريق، منتخب كبير، منتخب صاحب 7 أفريقيا زي ما أنت عارف، وإنجازات كبيرة زي التأهل لكأس العالم 3 مرات، غير الدورات الأفريقية اللي دخلنا كسبناها سواء ودية أو البطولات العربية اللي كسبناها برضو الودية، غير بطولات شمال أفريقيا ووسط أفريقيا ودورة حوض النيل والكلام ده كله اللي انت عارفه. المهم، مين اكتر 10 لعيبه سجلوا في تاريخ منتخب مصر؟ لو عايز تعرف ما تنساش تعمل لنا لايك، يا ريت اللايك عشان اللايك مهم جدا، بيخلينا نستمر في اننا ننزل فيديوهات وكل يوم، وعشان الدعم بيفرق معانا جدا. ولايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا. في المركز العاشر والمنضم حديثا للقايمة هو لاعب حالي بيلعب مع منتخب مصر من زمان قوي، بس مش من زمان يعني من الألفينيات الجديدة. يعني هو لاعب من الركائز الأساسية، لاعب مع مدربين كتير زي كوبر وبرادلي، وكمان بيلعب مع حسام حسن حاليا. هو مين؟ انت لو معرفتوش انا هعرفك تاني. هو محمود حسن تريزيجيه برصيد 21 هدف في 77 مباراة دولية. بالمناسبة الفيديو ده في شهر 10 2024، يعني لو محمود تريزيجيه طلع مركز او حاجه احنا مش مسؤولين، لان هو لحد ما احنا بنتكلم هو جايب 21 هدف في 77 مباراه دوليه فقط لا غير. اما في المركز التاسع هو مش لعيب واحد، هم 2 لعيبه، والاتنين اساطير، والاتنين واحد منهم شارك في كأس العالم 90، والتاني اسطوره كبيره جدا للنادي الاهلي والمنتخب مصر، ومن الايقونات في النادي الاهلي. فانت ممكن تكون عرفتهم لان التاني لعب اهلي وزمالك. فالاتنين اللي معانا الاتنين جايبين 24 جول، واحد جايبهم في 79 مباراة والتاني جاب ال 24 جول في 54 مباراة بس. جمال عبد الحميد مسجل 24 هدف في 79 مباراة، اما التاني معانا هو كابتن محمود الخطيب 24 هدف في 54 مباراة. الاتنين بيتواجدوا معانا في المركز التاسع. وننتقل بقى للمركز الثامن معانا، والمركز الثامن فرق جون واحد بس ومسجل 25 هدف لمنتخب مصر، وهو برضه من جيل كأس العالم 90، واعتزل من زمان ودلوقتي اتجه للتدريب. ظهر في كذا برنامج رياضي واشتغل محلل رياضي في اكتر من حتة، بس مش مشهور اعلاميا قوي. هو الكابتن احمد الكاس، مسجل 25 هدف في 112 مباراة دولية مع المنتخب. وبالمناسبة هو من اكتر 10 لاعبين مشاركة مع منتخب مصر. عايز تعرف هم مين؟ انا هسيب لك اللينك تحت اهو، وكمان هتلاقي الصورة ظهرت لك بتاعت الفيديو عشان تخش تتفرج عليه. في المركز السابع معانا وهو اسطورة النادي الاهلي اللي بيحلل دلوقتي، هو معتزل، هو صاحب بطولات افريقية مع منتخب مصر. مش عارف انت عرفته ولا لا، بس خليني اقول لك ان هو صاحب بطولة 2010 وكان مساهم بيها بشكل كبير جدا، وحط جون كويس جدا في نيجيريا. افتكرته، انا هقول لك برضه هو مين. هو الكابتن عماد متعب، لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب منتخب مصر السابق، مسجل 28 جون مع منتخب مصر في 70 مباراة دولية. في المركز السادس معانا هو لاعب لنادي الزمالك، واحترف فترة طويلة مش قصيرة بره مصر، وكان مكسر الدنيا في انجلترا تقريبا. خلاص انت عرفته، مش محتاج اكمل لك ما دام قلت لك لعب في الزمالك واحترف وكسر الدنيا بره مصر في انجلترا، تحديدا في الدوري الانجليزي البريمير ليج. هو الاسطوره. لا انت ممكن تكون ما عرفتوش، هما 2 عملوا كده. بس خليني اقول لك ان هو مش من ابناء نادي الزمالك عشان تعرفه على طول، ولعب في انبي والمنصوره، انت اكيد عرفته خلاص. هو عمرو زكي، صاحب ال 30 هدف دولي في 63 مباراه فقط مع منتخب مصر، ودي احصائيه كويسه جدا لازم نذكرها. في المركز الخامس بقى معانا هو عميد لاعبي منتخب مصر وافريقيا، المفروض كده خلاص انت عرفت، يعني مش محتاج. صاحب بطوله 2006 و2008 و2010 وكمان بطوله 98 مع منتخب مصر. ده حاجه كبيره قوي ان هو يجيب 4 بطولات مع منتخب مصر، دي حاجه ما بتحصلش بسهوله على فكره، لان هو العميد الصقر احمد حسن صاحب 33 هدف مع منتخب مصر، هداف خط النص الدولي. يعني هو من القليلين اللي بيلعب في مركز 8 اللي معانا في القايمه، او لو تاخد بالك لو كملنا القايمه مفيش مركز 8 غيره اصلا. 33 هدف في 184 مباراه دوليه، وده بيخليه
من اول 3 في الفيديو اللي قلنا عليهم مين اكتر لعيبة شاركت مع منتخب مصر، وانا بسيب لك اللينك تاني اهو عشان تتفرج على اكتر لعيبة مشاركة مع منتخب مصر في المباريات الدولية. في المركز الرابع معانا هو اسطورة النادي الاهلي، في كتير بيعتبروه احسن لعيب في مصر، في كتير بيعتبروه احسن لعيب في افريقيا، في كتير بيقولوا لو احترف كان ليه يبقى شأن اخر. خلاص انت عرفت انا مش هكمل اكتر من كده. هو الكابتن محمد ابو تريكة برصيد 38 هدف في 100 مباراة دولية بالظبط، يعني مساهم في اهداف كتير جدا مع منتخب مصر، 38 جون غير الاسيستات، وصاحب ركلة الجزاء الاخيرة في 2006، وصاحب هدف الفوز على الكاميرون في 2008، بس ما لحقش بطولة 2010 عشان كان مصاب. في المركز الثالث معانا ما لحقش بطولة 90، ما لحقش افريقيا، ما لحقش الانجازات الجديدة، بس عمل كل حاجة. تاريخ مصر زمان هو اللي شاله على كتفه وبناه. هو كابتن أسطورة مصر، صاحب أعلى أهداف في تاريخ مصر في الدوري المصري، واحد من هدافين مصر في كل حتة بيروحها تقريبا. هو هداف الدوري كتير قوي هو جايب اجوان كتير قوي في الدوري، صاحب اعلى معدل تهديف في الدوري في موسم واحد، بس للاسف انت مش هتعرفه لان هو اسطوره محتاج الناس تتكلم عنها بشكل شخصي ويدوله حقه، لان هو من اساطير مصر فعلا. هو الكابتن حسن الشاذلي، صاحب ال 42 هدف في كام مباراه بقى؟ في 62 مباراه بس. كابتن حسن الشاذلي كان اسطوره فعلا، ويستاهل ان الواحد يقف شويه يتكلم عليه وعلى انجازاته، لان هو عمل كل حاجه لفريقه الترسانه، جاب لهم يعني الدوري، دي حاجه كبيره قوي. وكمان الهداف التاريخي للدوري المصري، الهداف مع منتخب مصر في المركز الثالث، هو مش قليل، واعلى نسبه موجوده في القائمه تهديفيه. كابتن حسن الشاذلي اسطوره، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. هو فعلا كان لعيب جامد جدا. ننتقل مع بعض بقى الاول اتنين. في المركز التاني، والاتنين اساسا موجودين معانا في المنتخب دلوقتي، في المركز التاني هو لاعب موجود معانا دلوقتي، اسطورة مصر في بلاد بره في كرة القدم، هو اكتر من رفع اسم ليفربول. خلاص انت كده كده عرفته، بس سيبني اقدمه لك شويه. هو لاعب من طراز رفيع، بيلعب بقدمه اليسرى، مشهور بالارتوهات، وخد هداف الدوري اكتر من مره، بس مش هداف الدوري المصري بقى، هداف الدوري الانجليزي اكتر من مره. اسطوره مصر في الملاعب الخارجيه، واحد من اكتر اللاعبين مشاركه مع مصر، وكسر ال 100 ماتش بقى 101 مباراه دوليه. وكمان هو لاعب من طراز رفيع جدا، عمل كل حاجه في كره القدم تقريبا لمصر، وجاب دوري ابطال اوروبا، خد كاس عالم للانديه، خد بطولات كتير جدا. هو الكابتن محمد صلاح برصيد 57 هدف في 101 مباراه دوليه. ما فضلش بقى معانا غير المركز الاول، والمركز الاول هو موجود في منتخب مصر لكنه ليس لاعب، لان هو مدرب منتخب مصر دلوقتي، العميد القائد، صاحب انجازات في كرة القدم داخل وخارج نادي الزمالك والنادي الاهلي، وكمان ليه تجربة احتراف في البرتغال. كابتن حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر، وهو مدرب منتخب مصر الحالي، واللي بيحاول يصعد بينا الافريقيا وكاس العالم. حسام حسن معاه كمان بطولات كتيرة جدا مخلياه من اكتر 10 لعيبة احرازا للبطولات في تاريخ كرة القدم، مش في تاريخ مصر بس. وهسيب لك برضو لينك الفيديو تحت لو عايز تعرف مين هو الاول، لانه هو مش الاول في القائمة دي، ومش المصري الوحيد في القائمة دي. لو عايز تعرف مين مصري تاني معاه في القائمة اتفرج على الفيديو. فخلينا نكمل لك واقول لك ان كابتن حسام حسن هو الهداف التاريخي بكام بقى جول. هو اساسا من اكتر لعيبة مشاركة برضو مع منتخب مصر، لان هو كان بيحب منتخب مصر جدا، وكان همه الاول والاخير منتخب مصر. صاحب هدف الصعود لكاس العالم 90، صاحب ركلة الجزاء مش هو اللي سددها، هو اللي وقع فيها قدام هولندا، صاحب بطولة افريقيا 98 وبطولة افريقيا 2006، يعني عمل كل حاجة مع منتخب مصر. هو جايب بقى كام جون كابتن حسام حسن؟ مسجل 68 هدف في 178 مباراة مع منتخب مصر بالتمام والكمال. وبكده بقى نكون قلنا كل حاجة عن القائمة دي من العاشر للأول. وخليني أقول لك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.